السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهارده بقى نعمل شوية حمام، شوية تكات كده. اقول لكم طريقة كسر الصدر زي المطاعم، وادي الرقاق باللحمة المفرومة في البيت. انا عامل لكم كمان العجينة في البيت بطريقة سهلة قوي. وادي الحمام بحشوة رز المعمر، ما كنتش متوقعة ان هو يبقى بالجمال ده. هنقول بسم الله. وعندي كوبايتين من الدقيق، عليهم رشه من السكر ورشه من الملح وشويه خل، ده بيبقى محسن للخبز جميل قوي، وشويه ميه للعجن. واول ما تتعجن معايا هلم العجينه بشويه من الزيت، هتبقى عجينه معايا طريه بس مش ملزقه بالمنظر ده. بعد كده هسيب العجينه ترتاح، اهم حاجه معايا عشان اعرف اقطعها واشكلها. بعد كده هنخش على الحمام. هنا سبت لكم حمامه عشان اوريكم بتتنضف ازاي. بشيل اول حاجه الرقبه، مش عايزين تشيلوها براحتكم، بس بحطها في الرز مع المرقه بتاعتها، بتبقى حلوه قوي. بعد كده بشيل الزور. واهم حاجه عشان اعرف افصل الجلد عن الصدر، لازم يكون الحمام منقوع في شويه ميه كده حلوين زي ما انتم شايفين، عشان ما يتقطعش ويتهري مني. وبمشي حبه حبه كده لحد ما بعرف ان هو فصل خالص ووصل لحد الرقبه من فوق. وبعد كده بكسر الصدر. يا جماعه كسر الصدر دي بتبقى في جميع المطاعم، ودي سر من الاسرار شفتها والله في مطعم منزلها ان هو بيكسر الصدر بالطريقه دي عشان يبطط الرز جوه الحمام، وتحس ان الحماميه كده كبيره. ولو الرجل طويله بقصرها عادي بالسكينه. وغسلته بقى زي الفل. نخش بقى هنا على العجينه. بعد ما ارتاحت هعملها اسطوانه وتكون متساويه. ليه؟ انا دي يا دوبك انا عاملها 6 رقات فقط، اللي هي 6 قطع. بمسك السكينه كده عشان تبقى كل قطعه مساويه التانيه. لو انت بقى عايزه تعملي الزياده وتحطي في الفريزر، بتعملي نفس الخطوات، بس بتزودي طبعا في المقادير، والباقي بتشيليه كده في كيس متخرج منه الهواء وتحطيه في الفريزر عادي جدا. بصوا بقى كده، دي الحته العجينه الزياده، باخد حته كده منها صغيره وبحط في كل عجينه مكوره، بحيث ان كل واحده تبقى متساويه للتانيه، ومفيش عجينه يعني اسيبها او تتهدر مني بالمنظر ده. بعد كده بلمهم على بعض برضو، وبغطيهم بكيس او بغطا عشان اعرف افردهم. نخش بقى على الرز المعمر. شوية سمنة حلوين، عليهم شوية من الزيت، بصل كتير، والبصل ما بياخدش لون، يا دوبك بس بيدبل. بحط شوية سكر وملح وفلفل اسمر، ما بحطش بهارات زيادة، يا دوبك اشم الريحة. بعد كده انزل بالرز. الرز يا جماعة هنا ليه الحمام من معيار الصح بنحط قد قبضة الايد رز. عايزه اقول لكم بقى، عايزين رز زياده لا بتزودوا رز زياده، لكن انا ما كنتش حابه رز زياده، فده كان المعيار المظبوط لكل حماميه. عايزه اقول لك ما تبقاش معايا ما شاء الله ولا رزايه. وبحط القوانص بس، وبحط معاهم الرقبه، بحيث انها تدي للرز طعم. الكبده يا جماعه بتسمر منظر الرز بتاع الحمام، فانا مش عايزه كده. انا حطيت شويه شوربه وشويه لبن حلوين. عايزه تحطي كله لبن مع قشطه كريمه، عايزه تحطي لبن مع ميه مش مشكله، بس انا كده كده كنت عايزه شوربه عشان الرقاق، فطلعتها وحطيت منها كبشه صغير. واول ما الرز استوى فاضل عليه حاجه بسيطه، طفيت عليه. هنا بقى نيجي للعجينه والماده الدهنيه عشان تفصل كل راق عن التاني بالمنظر ده، واسيبها على جنب. هاجي هنا بقى لتشكيل العجينه، باخد كوره كوره وابططها كده بايدي وعفرها. اهم حاجه بالدقيق. عايزه تعملي كله بالزيت اعملي كله بالزيت، بس انا جربت الزيت وجربت الدقيق، حسيت ان الدقيق اسهل معايا من الزيت، وبتجري معايا قوي، فكانت سهله بالنسبه لي. بعمل الستة بنفس المنظر بالشكل ده. واجي هنا بقى بعد ما خلصتهم الستة، اخد اول واحده بدات بيها عشان تكون ارتاحت برضو، وابدا بقى ان انا احط معلقه حلوه كده او معلقتين على حسب ما انا عايزه العجينه قدامي عامله ازاي. واحط بقى كتير مش مشكله، حتى لو نزلت من الجناب مش مشكله، هي كده كده لما تستوي مش هيبان فيها اي حاجه بالمنظر ده. وابدا بقى ابطط بايدي. وهنا بقى اهم حاجه وانا ببطط بايدي كده وابدا افرد، فردت اللي قدامي بقلب الناحيه التانية عشان اللي تحت واللي فوق يتفردوا مع بعض، يبقى كلهم بسوا بعض. ليه؟ انا لو ركزت ان انا افرد اللي قدامي بس اللي تحت هتبقى قصيره، فمش هتبقى متساويه معايا. انا بس باول
3 4 مرات كده، ابدا افرد بايدي. بعد كده خلاص بقى كله اتساوى وكله اتفرد مع بعضه، وابدا اخش في مرحله السوى بالمنظر ده. عايزين بقى تسووها كلها مع بعض كده، تقطعوها بالقطاعه بتاعه البيتزا، او تحطوا صينيه وتسووها كده تبقى دايره زي الفطيره، براحتكم. انا بالنسبه لي لو فاضت عجينه يعني مش متساويه زي كده، لا بالنسبه لي زي الفل. باجي هنا بقى على صاج كنت مشغلاه من قبل، واكون النار منخفضه خالص، مشغله العينين. اهم حاجه اقلب كل شويه من وش للتاني، يعني كده كلها كام ثانيه واقلب، كام ثانيه واقلب. وما شاء الله عايزه اوريكم، بص العجينه يعني بتتشال معايا بكل سهوله. واول ما نشيلها نحطها على طول على فوطه ونغطيها عشان ما تنشفش معانا. وهنرجع بقى نعمل زي ما عملنا في الثلاث رقات اللي فاتوا، هنعمل برضو في الثلاث رقات دول. الموضوع بسيط جدا، وعايزه اقول لكم الموضوع ممتع. وحتى لو مش عارفين تشيلوا العجينه تفصلوها من بعض على النار، برضو لما تخرجوها على فوطه لازم تتشال. اوعوا تسيبوها تبرد لحسن تلزق في بعض، لازم تتشال وهي سخنه. استحملوا شويه بس، اقسم بالله لذيذه قوي، هتبقى ممتعه قوي، وهتستحلوا ان انتوا تعملوها ما شاء الله في البيت. سهله قوي وجميله قوي والله العظيم، ما فيهاش اي تكاليف. بصوا حتى وانا بفرد العجينة لازم برضو اساويهم ببعض اول مرة. بعد كده بقى اول ما تبدأ تكبر وتتفرد معايا ما شاء الله، خلاص بقى بتجري معايا، ما بفردش فيها تاني من تحت ومن فوق. بس انا هنا بقى جريت الحتة دي بسرعة عشان اوريكم انها بتتحول من ابيض لشفاف. انا عندي العين الكبيرة هنا بتدي لون بسرعة عن العين المنخفضة اللي هي الصغيرة دي، بس بقى بفضل مراقبة كل شويه كده. بصوا ما شاء الله بتتشال معايا بكل سهوله. بعد كده برضو برجعها على الفوطه وبغطيها كويس قوي. رز الحمام بقى عندي هنا لما بيبرد ابدا بقى احشي. بحط الكبده من تحت في الاول، بعد كده بحط الرز، بعد كده ارجع عند الصدر واحط الرز، وابدا بقى كده ايه ادخل كده بايدي وابطط الحماميه، ما اخليهاش مكعبره كده، لا بصوا الصدر لما اتكسر يا جماعه بيعمل فرق خالص. واقفل بالقناصه اخر حاجه. عايزه اوريكم بقى، بصوا منظر الحماميه، تحس ان فرخه حشو صغيره. هنا بقى نفس الحله اللي عملنا فيها الرز، بنحط المنكهات بتاعه الشوربه بالملح. انا هسويه المره دي في الفرن، لقيته جميل قوي وبيبقى لذيذ قوي. بعد كده بحط عليه وهو سخن، وبعد كده احط فويل ودرجه الحراره بتاعه الفرن بتبقى عاليه 30 دقيقه، وتبداي تفتحي تشوفي استوى ولا لا. دي الماده الدهنيه بقى، وده سر من اسرار المطبخ. الماده الدهنيه دي لما بكون عايزه اعمل طاجن فيه بصل، بحط بقى كميه من الماده الدهنيه دي كتيره قوي قوي قوي. وبعد ما البصل يدبل او يوصل معايا لدرجه معينه من السوى، بصفي الماده الدهنيه واحطها في علبه، احطها في الفريزر. لما باجي اعمل رقاق يا نهار ابيض، بحط بقى هي بقى دي ايه مع شويه زيت عشان تبقى خفيفه. عايزه اقول لكم ده سر من الاسرار التحفه جدا جدا في طعم الرقاق. انت بتاكلي فطير، بتاكلي رقاق كده، حاجه كده عسل. والاهم حاجه الشوربه ما تبقاش سخنه، هي دافيه لدرجه ان انا بمسكها قدامكم عادي. برضو بدخلها الفرن على درجه حراره عاليه. ده الحمام اهو بعد ما استوى، بدهنه بحاجه بسيطه من دبس الرمان. بصوا شفتوا اللي انا نزلتها على الحماميه دي، بدهن بيها كل الحمام على زيت سخن. اقسم بالله الطعم والريحه بتاع دبس الرمان واللون، مهما لو وصلت للون ده مش هيبقى بالحلاوه دي، هيكون محروق. لكن دبس الرمان ما بيخلوش يشرب من الزيت كتير. ما شاء الله ما شاء الله، كان رز كلمة تحفة، كلمة عسل، كلمة جميل، كان لا ما شاء الله بهرني. وادي الرقاق، عايزه اقول لكم بقى طري من جوه وكرانش قوي من بره. لو عايزينه طري قوي من فوق ومن تحت يعني كله، برضو بتغطيه اول ما يطلع، لكن احنا بنحبه كده الكرانش بيديله طعم. اتمنى تكون الوصفه عجبتكم، واي تعليق او اي حاجه عايزين تعرفوها اكتبولي تحت في الكومنتات وانا هرد عليكم. باي باي.